وضمان نزاهة الانتخابات في سياق متسارع للتكنولوجيا ووسائل التواصل. في المقابل يرى أن بعض الحقوقيين والسياسيين أن النص قد يشكل مساسا بحرية التعبير. بيان سور هو راه ماشي غير مساس بالحرية التعبير، مساس بكل من هي حاجة. هذا رأي إرهاب تمارسه الدولة على الشعب المغربي، خصوصا وأنه يجرم التشكيك في نزاهة الانتخابات. ودابا أنا إلا شكيت سي نورمال. ملي كتشوف برلمان 45% ديال الأميين مكيعرفوش يكتبوا السمية، كتبدا تقول هذا كي دار ليها. وملي كتشوف رئيس الوزراء ما كيعرفش يقرا العربية ومجمك بحالو بحال سيدو، وفوق 35% ولا داك الشيء ما عندهمش حتى الباق. الناس كي داروا ليها داخلين بالفلوس، عطاو العاقه. لان شنو هو العمليه الانتخابيه؟ هي واحد الانفستيسمون كتانفيستي فين غتولي تاخذ العاقه. مشروع بروجي هذا دايرينو باش ماشي لخدمه الشعب، غيبقى يخدم بها المصالح الخاصه ديالو وامتيازاته صافي. هادشي اللي كاين. ونهار اللي يسالي غيمشي بتقاعد ديال 4 مليون مع راسو، غتزيد عليها الدار الطوموبيل ما يخلص حاجه، كلشي بينيكي من عندهم. الشعب المضبع هو اللي كيخلص، فهمتي؟ خرجوا شطحوا على هادشي وزغرتوها العياشه. ومفهوم قد يكون فضفاضا بما يكفي ليشمل نقد المشروع أو التحليل السياسي، وينبه هؤلاء الذين إلى ضرورة وضوح الجريمة وعناصرها لضمان أن تتحول العقوبات إلى أداة لتكميم الأصوات